رمضان مش بيجي علشان نكمل، لا، رمضان بيجي علشان نبدأ من جديد. انت مش محتاج تزود شوية عبادة على نفس الحياة القديمة، لا، انت محتاج حياة بقلب جديد، بقلب مختلف. شهر رمضان مش تجميل نسخة تعبانة، مستحيل. هو إعادة خلق نسخة أقوى. مش بيجي يقولك كمل زي ما انت، لا طبعا، بيجي يقولك فوق بقى، فوق. ده الشهر اللي نزل فيه القرآن الكريم، ده الشهر اللي فيه ليلة القدر. لو دخلت رمضان بنفس العقلية اللي فيها أعذار وفيها حجج وفيها أصل ظروفي، أصل وقتي، أصلي مش قادر، انت عارف هتطلع منه ازاي. هنشد حيلنا شوية شوية وخلاص، نقرأ جزء ونرجع عادي. طب هو ده تغيير؟ نستنى دفعة إيمان وبعدين نرجع لنفس المكان، يبقى ما اتحركناش أصلا، ولا إيه؟ أخطر حاجة إن أنت تتعامل مع رمضان كأنه محطة شحن، تشحن وتمشي تكمل في نفس السكة. هو مش محطة، هو تحويل طريق. اللي بياخده بالمعنى ده حياته بتتغير تماما. انت وانت داخل شهر رمضان بتحط نية التغيير، انت مش مكمل على نفس الوتيرة، لا، مش جاي شهر رمضان علشان يديك طاقة تكمل الغلط، هو جاي يوقف الغلط اساسا. فلو خرجت من رمضان ولسه نفس العادة مسيطرة عليك، يبقى انت صمت بس ما بدأتش. هو كده. طب اقولك على حاجة، ابدأ بداية تخوفك. ده ازاي ده؟ لحظة واحدة، القرار اللي بتهرب منه بقالك سنين، سيب الحاجة اللي بتشدك، بس مش بعد العيد، ده دلوقتي. دلوقتي ما تقولش لما استقر، لما الأحوال تتغير، لا، الاستقرار بيجي بعد القرار. مم. رمضان فرصة انك تقول انا مش هكمل كده تاني، انا هبدأ من اول وجديد. حتى لو البداية بالنسبة لك كانت خطوة صغيرة جدا جدا، المهم تكون حقيقية، المهم تكون انت مقتنع بيها، انت بتقول بسم الله، انت حاطط النية. ابدأ، ابدأ البداية اللي تخوفك. انا دايما كنت اقول للمزقردين عندي صغننين واحنا بنعمل بروفا، اقول لهم الحاجة اللي انت خايف منها حطها قدامك، ابدأ بيها. ايه السؤال اللي انت قلقان ان انا اسأله لك؟ فكان يقول لي كذا يا ماما حنان، اقول له قوله لي، واعمل ده في دراستك. المادة اللي تخاف منها ذاكرها اول حاجة. فانت ابدأ بداية تخوفك. لكل حد عمال يقول مش عارف، انت مش ضعيف، انت بس مأجل المواجهة. مش الظروف هي اللي معطلاك، لا، انت بس متردد ان انت تبدأ تاخد الخطوة. شهر رمضان كل سنة بيخبط عليك، مش علشان يطبطب عليك، لا، لا، هو بيقولك فوق، بيخبط عليك، بيقولك فوق، تعال حقق أحلامك عندي. اقعد وخليك وقف لله كده في الشهر ده، خلي كده قلبك لله في الشهر ده، توجه لله في الشهر ده، عيش بمعنى الإحسان والتقوى في الشهر ده. التزم، صلي، سبح، طلع زكاة، اطعم، فطر، اعمل كل حاجة. بص، كل حاجة ترضي ربنا اعملها، كل عبادة انت بتعبدها لله سبحانه وتعالى عيشها، حسها، المس معنى الخشوع. فانت مش ضعيف. عارف بعد ما تسمع كل الكلام ده وما يأثرش فيك، يعني ادعي ربنا انه يلين القلب ده بقى، لان انت هنا انت في مواجهة امر صعب بصراحة. يعني الواحد لما بيسمع حاجة يقول لك دي رسالة، ده ربنا يعني الحمد لله يعني بيقول لي اسمع، بتقول لي اسمعي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اتحرك من مكانك، يلا قوم جاهد قلبك، يلا الله اعلم السنة الجاية انت. ربنا يمد في اعمارنا يا رب كلنا بالستر والصحة والسعادة ويبلغنا بإذن الله رمضان. فانت في ايدك فرصة، قوم واتحرك، انت مش ضعيف.
مش كل تعب في رمضان عبادة. في ناس بتجهد نفسها في كل حاجة حوالين رمضان إلا الحاجة اللي رمضان جاي علشانها، اللي هي إصلاح القلب، مش تنظيم اليوم. يعني رمضان جاي يصلح قلبك، روحك، وجدانك. رمضان مش ضغط برنامج، ان انا عامله لنفسي برنامج مرهق. انا عايزاكي تعيشي وانت بتستمتعي برمضان. هو اعاده ترتيب اولويات. مش كل صوت عالي يا جماعه ذكر. الذكر اللي بيغير هو اللي طالع من قلب صاحي. في ناس تلاقيها ايه بس مفيش احساس والله. يعني بنصلي جماعة أنا ومجموعة من حبايبي سيدات، ففي واحدة تبكينا واحنا بنصلي مع بعض، بتبكينا كده. وفي واحدة صوتها جميل جدا بس مش بيبكينا. هنا في إحساس وهنا في أداء. هنا حد بيأدي جميل قوي وهنا حد حاسس قوي. ده اللي أنا عايزة أوصله لكم. يعني آه، مش كل تعب في رمضان عبادة. نحاول إن احنا نلمس كل جمال في رمضان. رمضان في كل ثانية فيه جمال، روح مختلفة، حركة جديدة، اتجاه سبحان الله مختلف. فانت عيش وبلاش تضغط نفسك وتعمل جدول يرهقك ويضيع جمال المعنى نفسه. نجهز عزومات ونلم اصحاب، حلو ده خير. وننسى نلم نفسنا في الغياب، غيابنا عن نفسنا مش عن الناس. نحفظ مواعيد المسلسلات علشان نهرب شوية. وننسى ميعاد بيننا وبين السماء، الميعاد اللي فعلا بيصلحنا. معقول ده؟ معقول؟ هو شهر الفرجة على المسلسلات والمقالب والخيم والمش عارفة فين وفين وفين ده احنا بنقول لو بتعملي الأكل وبتتأخري في المطبخ انجزي وعيشي. وانت يا ستي بتعملي أكلك وبتحضريه سبحي، ادعي، المسي قوي معنى ان انت في رحاب الله. انت عايشه قوي شهر رمضان، لمساه قوي. فلما بتخلصي اكلك بسرعه تقعدي تقراي في القران بتمعن كده وتقعدي تدعي وتمسكي سبحتك وانت مركزه قوي. ويا سلام بقى لما تتغني كده بذكر الله وتقيسي وقتك ومشوارك بذكر الله. مشوار هياخد ساعه، انا هصلي على سيدنا النبي في المشوار ده كله. يعني هصلي على سيدنا النبي الساعه دي وانا راجعه، لا ده انا همسك البقيات الصالحات، لا ده انا همسك جزء في القرآن، بس هعيش استمتع وانا بقرأه. فبلاش نجهز عزومات ونلم اصحاب وننسى ميعادنا مع ربنا سبحانه وتعالى. الدعاء. رمضان مش عايز منك تبان، مش استعراض عبادة يعني. هو عايزك تتصلح، تغير حاجة جوه، تاخد خطوة حقيقية، تلمس معنى الصدق، تكون قريب. أهدى لحظة في رمضان ممكن تكون بعد ما الناس اللي حواليك يمشوا، لما ما يبقاش في جمهور بيتفرج وانت قاعد. دي أجمل لحظة وأحلى لحظة، وانت عايش مع حبيبك فارس سجادتك كده وعايش معاه، قاعد في اتجاه القبلة، معطر سبحتك وبتناجي ربنا سبحانه وتعالى بكل معنى العبادة. شوية بصلي، شوية بسبح، شوية بقرأ قرآن، شوية بعمل حاجة، بقوم أتحرك وساعد حد، أعمل حاجة أفرح بيها اللي قدامي، أطلع حاجة لوجه الله، أتفنن في الشهر ده إني أعمل حاجة لوجه الله وما تكونش باينة للناس. أنا بعملها لربنا، مش لازم تكون باينة للي حواليا. أنا بخاطب حبيبي سبحانه وتعالى. نصيحتي لكل حد بيسمعني دلوقتي، اسأل نفسك كل يوم، أنا قربت خطوة ولا كررت نفس اليوم بتاع امبارح؟ يعني هل في تغيير حقيقي ولا نفس العادة بنفس اسم رمضان يعني؟ ولا مش قادر تعمل كتير، يعني انت مش قادر تغير في نفسك كتير؟ اعمل حاجة بصدق. الصدق أهم من الكثرة. انك تكون صادق في حاجة بتعملها أجمل من ان انت تكتر. والله العظيم لو حسيت بس إحساس
احساس الطيبة ده جميل قوي، انك تحس باللي قدامك وتبتدي تعمل حاجة تسعده، ايا كان، اختك، اخوكي، جارتك، الحارس بتاع العقار، ولادك، ابدأي اعملي حاجة تكون جميلة حتى لو كانت صغيرة، وابدأي بنفسك، طبطبي على نفسك، حبي نفسك. ومش معنى انك تحبي نفسك انك تبقي انانية، لا، حبيها، يعني طوريها، يعني قولي لها انت غالية عند ربنا. انت كلمي نفسك بقى، قولي لها ليه انت مش عايزة تغلي عند نفسك، يعني ربنا مغليكي، انت ليه مش عايزة تغلي عند نفسك؟ بيبقى حوار حلو قوي لما الواحد كده يقعد يخاطب نفسه، الروح تخاطب النفس، لان النفس دي اماره بالسوء، تقعد تاخدك من هنا وتوديكي هنا. فلما يبقى في حوار جميل روحاني، لا المفروض ما اعملش كذا، لا المفروض احس بكذا، لا المفروض مش عارفه ايه، وابتدي. فاسال نفسك كل يوم، ايه الخطوه الجديده اللي انا خدتها؟ ايه الحاجه اللي انا غيرتها في نفسي؟ في حاجه اتغيرت ولا لسه؟ ان شاء الله كله يتغير بخير وسعاده وامل وهنا.